من داوم على قراءة هذا الدعاء وهذا الذكر العظيم الجليل بعد كل صلاة، وخاصة بعد صلاة الجمعة، أغناه الله جل وعلا ورزقه من حيث لا يحتسب، ويسر عليه معيشته، وحفظه الله من كل مخوف، ونصره الله على من عاداه، وقضى عنه دينه ولو كان عليه مثل الجبال دينه، أداه الله تعالى عنه بمنه وكرمه سبحانه. ماذا أقول وما هذه الفائدة العظيمة الجليلة التي أقولها بعد الصلاة المفروضة، وخاصة صلاة الجمعة؟ تقول على بركة الله بعد أن تتم صلاتك وتبقى في مصلاك، تقول: يا الله، يا أحد، يا واحد، يا موجود، يا جواد، يا باسط، يا كريم، يا وهاب، يا ذا القوة، يا غني، يا مغني، يا فتاح، يا رزاق، يا عليم، يا حكيم، يا حي، يا قيوم، يا رحمن، يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان، يا منان، انفحني منك بنفحة خير تغنني بها عمن سواك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نصر من الله وفتح قريب. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا ودود يا فعال لما تريد. اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، واحفظني بما حفظت به الذكر، وانصرني بما نصرت به الرسل، إنك على كل شيء قدير. تكرر هذا الدعاء بعد كل صلاة فريضة وبعد صلاة الجمعة. داوم عليه وتعرض لنفحاته وأسراره وتجلياته، فإنه كنز تنفق منه ولا ينفد، فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف.